يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض المباراة القادمة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق. وسيلتقي منتخب مصر في المباراة القادمة مع منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية يوم الخميس القادم 18 يناير في 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب فيليكس بأبيجان، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. وانتهت مباراة منتخب غانا مع منتخب الرأس الأخضر في منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بفوز منتخب الرأس الأخضر على منتخب غانا بهدفين مقابل هدف. وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى على النحو التالي: منتخب الرأس الأخضر في صدارة ترتيب المجموعة ب3 نقاط، ثم منتخب مصر وموزمبيق في المركز الثاني والثالث بنقطة واحدة، ثم منتخب غانا في المركز الرابع بدون نقاط. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة يوم الاثنين المقبل 22 يناير في 10 مساء بتوقيت القاهرة. وبالرغم من تعادل منتخب مصر مع منتخب موزمبيق، ما زالت الفرصة قائمة أمام المنتخب المصري للتأهل لدور ال16، حيث في حالة فوز منتخب مصر في المباراتين القادمتين سيصل للنقطة السابعة ويتأهل رسميا. وفي حالة تعادل منتخب مصر مع منتخب غانا والفوز على منتخب الرأس الأخضر سيرتفع رصيد المنتخب المصري ل5 نقاط ويتأهل أيضا لدور ال16. أما في حالة فوز منتخب مصر في مباراة وخسارة المباراة الأخرى سيصل للنقطة الرابعة ويتأهل لدور ال16 كأفضل مركز ثالث. ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه فيتوريا لحسم التأهل مبكرا وعدم الدخول في حسابات معقدة واستكمال المشوار نحو حصد اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010.